السلام عليكم، اهلا حبايبي، يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة مطبخ مريم. عملنا معاكم اجمل واحلى معجنات ومستمرين، والنهارده هنعمل معاكم فطائر البطاطس. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ويلا نشوف الطريقة. معانا 3 كوبايات ونص من الدقيق منخولين كويس، هنحط عليهم نص معلقة صغيرة من الملح، وهنعجن بمية عادية. هنحط اول حاجة كوباية من المية شوية بشوية يعني لحد ما العجينة تتلم معانا. العجينة بتاعتنا هتبقى ملزقة شوية، مهيش متماسكة قوي، وهنعجن فيها كده بالشكل ده ونحط شوية بشوية. كل نوع دقيق بيختلف عن النوع التاني، ممكن الدقيق بتاعك ياخد مية ازيد وممكن ياخد مية اقل. والعجينة بتاعتنا خدت كوباية ونص من المية، وهنكمل عجن وهنرجع لكم تاني. وبعد ما عجنا العجينة بالشكل ده ملزقة شوية مهيش متماسكة قوي، هنحط عليها 3 معالق كبار من الزيت، وبعدين هنعجنها كويس حوالي 10 دقايق مع الزيت كده بالطريقة دي. وبعد ما عجناها هنسيبها ترتاح وهنروح نعمل الحشوة بتاعتنا. الحشوة بتاعتنا عبارة عن بطاطس مسلوقة وبصلاية وسط مقطعاها وفلفلة. اول حاجة هنجيب البطاطس وهنهرسها كويس، نخليها خالص ناعمة. اللي لسه محطش لايك ينزل يحط لايك. ههرس البطاطس وهرجع لكم تاني. هنجيب المقلاية وهنحطها على نار متوسطة وهنحط فيها زيت مش كتير قوي، وهنحط فيه البصلاية وهنخلي البصلاية تدبل او تاخد لون ذهبي، وهنقلبها بالشكل ده. وبعد ما البصلاية دبلت هنحط عليها البطاطس بعد ما هرستها خلاص ناعم كده، وهنقلبهم مع بعض. وبعدين هنحط الفلفلة وهنحط عليها شبت او بقدونس، وهنقلب كده كويس مع بعضه. وهنحط دلوقتي البهارات: ملح وفلفل وكمون وكزبرة او اي نوع بهارات. وهنقلب كله مع بعضه وهنسيبها حوالي 10 دقايق على النار وهنطفي عليها، وبكده نكون خلصنا الحشوة بتاعتنا. وبعد ما العجينة ارتاحت هنقطعها دلوقتي على شكل كور صغيرة، ممكن تكبريها تصغريها بالحجم اللي انت تحبيه بالشكل ده. وبعد ما نقطعها هنبدأ دلوقتي نفردها، نحط تحتها دقيق وفوقها دقيق. هنفردها بالأول بإيدينا بالشكل ده، وبعدين هنجيب النشابة وهنفرد بيها، وهنفضل نفرد كده بالنشابة لغاية لما سمك العجينة يبقى رفيع، ما تبقاش العجينة تخينة. وهنفرد معاكم كمان واحدة، هنعملها برضو بنفس الطريقة، وهنعملهم كلهم وهنرجع لكم تاني. وده شكل العجينة بعد ما فردتها. وبعد ما خلصنا فرد في بقية الكمية هنغطيها عشان ما تنشفش، وهناخد واحدة واحدة وهنخمرها على النار بالشكل ده، نار متوسطة علشان مش عايزينها تحمر قوي، يا دوبك بس تعمل فقاقيع كده، ونحوشها على طول عالجهد شوية والجهد شوية بالشكل ده. وهنخبز بقية العيش بتاعنا وهنرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني بعد ما خلصنا الكمية بتاعتنا. هنحشيها دلوقتي بالبطاطس، ممكن تحشيها بالجبن بس، تونة، اي نوع حشوة انت تحبيه. وهنحطها كده في نص العيش، وهنحط عليها جبنة رومي او جبنة موزاريلا عشان تخليها ليها نكهة حلوة. وبعد ما حطينا الحشوة هنتنيها كده بالنص، وبطريقة سهلة وبسيطة، وهنحمرها بقى في الزيت. هنجيب مقلاية وهنحطها على النار وهنحط فيها زيت مش كتير قوي، وهنحط الفطاير بتاعتنا على نار هادية
وأول لما الجهة تحمر وتاخد لون دهبي هنقلبها على الجهة التانية، وهنعمل كله بنفس الطريقة وهنرجع لكم تاني. وده شكل الفطاير بتاعتنا بعد ما خلصناها. هناخد دلوقتي واحدة وهنقطعها معاكم، مقرمشة جدا من برا، والبطاطس طعمها جميل، وجربوها وقولوا رأيكم في الكومنتات. وما تنسوش تحطوا لايك واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وسلام.